بعد ما تعمل عملية التكميم بيكون في حاجة اسمها نظام أول شهر. نظام أول شهر ده نظام بيكون الهدف منه هو الحفاظ على الجرح الداخلي بتاع المعدة. عملية التكميم طبعا بيكون في جرح داخلي حوالي 35 سم جوه المعدة، ده بيكون داخلي انت مش شايفه. الجروح اللي بره بتكون حوالي 4 أو 5 جروح، ممكن يبقوا 3 جروح على حسب الحالة وعلى حسب شخص نفسه وبنيانه. الجرح بيكون حوالي من نص ل1 سم دي الجروح الخارجية اللي في جدار البطن، أما الجرح الداخلي في جدار المعدة نفسه مكان ما قصينا حوالي 80% من المعدة ده بيكون حوالي 35 سم. عشان الجرح ده يلتئم التئامه بياخد حوالي شهر ل6 أسابيع. في خلال الفترة دي انت لازم تكون ماشي على حاجة اسمها نظام أول شهر. نظام أول شهر ده بيكون أول أسبوع سوائل، مية وعصير، ينسون، نعناع، كركديه، شوربة. تاني أسبوع أكل مهروس، بطاطس مهروسة، كوسة مهروسة، بيض مهروس، جبنة بيضة، ملوخية. تالت أسبوع خضار مطبوخ. رابع أسبوع اللي بندخل فيه اللحمة والفراخ والسمك. النشويات أول شهرين دايما بتكون خطيرة جدا على المعدة. الناس دايما بتسأل ليه نظام أول شهر ده مش موحد بين الدكاترة؟ ليه في دكاترة بتدي نظام، دكاترة بتدي نظام تاني؟ الحقيقة هو النظام موحد دوليا، يمكن مش موحد بين الدكاتره في مصر لكنه دوليا. لو رجعنا المراجع والجايد لاينز والتوصيات الدوليه كلها بتتكلم عن نفس النظام وعن نفس طريقه الاكل خلال اول شهر. فلما يجي شخص مثلا يقول لك انا هدخل قهوه ثالث يوم، هو اصلا الكافيين المفروض ممنوع 4 ل6 شهور بعد عمليات السمنه. نفس القصه في التدخين، يعني في ناس تسمح بيه بعد شهر، في حين الجايد لاينز الدوليه بتتكلم اقل شيء 6 شهور بعد عمليات السمنه ان احنا نوقف تدخين. فهنا الخلاف بيكون ما بين مين ماشي مع الجايد لاينز ومين بيحاول يعني يشوف هو الصح ايه، او يحاول يقرب وجهات النظر، او يحاول يسهلها شويه على المريض بتاعه. لكن في اساسيات طبعا ان احنا ما ندخلش اكل الصلب خالص قبل ربع اسبوع، وان الكافيين والقهوه ناخرهم كتير هم والتدخين. في اساسيات واسس لنظام اول شهر. الهدف الاول والاخير لنظام اول شهر مش نزول الوزن، لكن حفاظ على جرح المعده حتى التئام.